ربنا يستر على ولايانا. خلي الطبق مستور. ايه؟ ايوه، خليني ساكت. دي ياما عرضت نفسها عليا وانا كنت اقول لها احترمي نفسك، اللي انتي فيه ده ما ينفعكيش، واللي انتي بتعمليه ده اكبر غلط وما يصحش كده، بصي لشغلك واكل عيشك وبس. طبعا هو سمع الكلام ده اتصدم، وبعديها جالي وقال لي بقولك ايه، انتي اللي انا طلبته منك. قلت له ايه؟ انسى ايه؟ انا مش فاهمه. قال لي يعني انا مش هجيلك ولا اي حاجه. قلت له ايه ده؟ ليه؟ انا في ايه؟ انا عملت ايه؟ قال لي انا الدكتور فلاني قال لي عنك ابشع كلام قذر ومقزز جدا، قال لي كذا 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 كذا، وانا ما اقبلش ان مراتي الناس تتكلم عنها بالشكل البشع قوي ده وتكوني كده، وبصراحه انا مش عاجبني الوضع ده. المهم سمعت الكلام ده اتضايقت قوي. انا كنت بهزر وبضحك بحكم ان انا مفروض بياعة ببيع هدوم، فبالتالي بحاول ان انا ابقى في ضحك هزار علشان يشتروا مني. بس انا ليه اتفهمت غلط بالشكل ده؟ وليه هما شافوني كده؟ حتى الشخص الوحيد اللي انا اعجبت بيه وشفت ان هو ده ممكن يكون انسان ليا، هو كمان عمل معايا كده. ومن ساعتها وانا متضايقة وحزينة قوي، وما بقتش عارفة اعمل ايه. ارجوكم قولولي اعمل ايه. دي المشكلة اللي جاتلي النهاردة من صاحبة المشكلة على رسائل الصفحة، وزي ما انتوا سمعتوا مشكلتها بالظبط. امشي صح يحتار عدوك فيك. للأسف ممكن ضحك، كلمة تلقائي، الناس بقت بتفهمها غلط، ودي النفوس الضعيفة اللي بيفهموكي غلط ويفهموا ان انتي كده واحدة مش متربية، واحدة قليلة أدب، واحدة اللي هم فاهمينه كل ده علشان خاطر بتضحك وبتهزر. من امتى الضحكة بتدل على عفة البنت؟ يعني اي نعم غلط ان احنا نتجاوز الحدود، غلط ان احنا نكون في مكان مغلق مع حد، غلط ان احنا نتجاوز اي حاجة، غلط ان حد يدخل لنا بالليل، طبعا ده غلط، غلط كل الكلام ده كله. بس لو حد تلقائي ليه يتفهم غلط بالشكل ده؟ ليه دايما نفوسكم مريضة لدرجة ان انتوا شايفين دايما ان البنت لا تضحك ولا تتكلم ولا معرفش ايه؟ طب ما هو ممكن تلاقوا واحدة لا تضحك ولا بتهزر ولا بتتكلم في المكان اللي